السلام عليكم البنات، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بألف خير. بما ان الصيف على الابواب كنحتاجوا الوصفات السهله والسريعه باش ما نوقفوش بزاف في الكوزينه. قررت ندير معكم سلسله ديال الوجبات الصيفيه تكون سهله اقتصاديه وكتوجد بسرعه كوجبه غداء او عشاء. وفي الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم الروز بالدجاج بمريقه معسله، كيجي لذيذ وكيجمع بين الحلاوه والملوحه. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو للاخير وتجربوه وانا متاكده غينال اعجابكم. وهنا بسم الله على بركه الله غندوزو باش نشلضوا البصله ديالنا. هنا تقريبا عندنا 5 البصلات يكونوا موين ولا 6 صغار. غادي نشلضوا البصله ديالنا، غنشلضوها في الهاشوار ولا غادي نشلضوها بيدينا. المهم ان البصله تجينا رقيقه باش تسهل علينا ان الدغميره دغيا توجد لينا. وهنا كما كتشوفوا معايا البصله كتجي بهذا الشكل، كتجي رقيقه بهذا الشكل. هنا غادي نستمر باش نكمل البصيله اللي عندي كامله وغندوزو باش نسلقوا الروز ديالنا. هنا تقريبا عندي نص كيلو ديال الروز يكون كلاصي، نغسلوه مزيان ونديرو فيه الماء الكافي ونديرو فيه شويه الملحه عويد ديال القرفه وشويه ديال الزيت النباتيه ونشعلوا عليه النار ونخليوه يتسلق. والروز ديالنا نخليوه يتسلق على جنب وندوزو باش نحضروا الدجاج والدغميره ديالو. هنا في كوكوط ولا في طنجره الضغط غنوضعوا الدجاج ديالنا الكميه اللي بغينا ومن اي جهه بغينا من الدجاج، اما صدر ولا الفخذ. غادي ناخذ شويه ديال البصله من هذيك اللي شلضنا وغنضيفوا ليه العطريه اللي كنديروا كامله. هنا غنضيف واحد 2 صوص ديال الثوم محكوكين، نص كاس ديال الزيت النباتيه ويمكن لكم تعوضوها بزيت الزيتون، مليحه، معلقه ديال السكينجبير تكون عامره حيت كيف كنعرفوا ان الدجاج كيبغي سكينجبير، معلقه مع عامرات ديال الخرقوم البلدي، راس معلقه ديال الابزار، راس معلقه ديال القرفه، وراس معلقه ديال التوابل ديال الدجاج، وواحد الضويمه ديال الزعفران. فقط هذه هي العطريه اللي غنحتاجو. غنضيفوا القزبر ومعدنوس مقطعين ونحركو حتى يندمجوا لينا هذوك العطريه تدخل لينا في هذاك الدجاج ديالنا وهذيك البصيله. هنا مشعلين عليه النار تكون منقوصه باش ما تحرقش لينا هذيك العطريه ديالنا وتطلق لينا هذيك البصيله الماء ديالها. وهو في هذاك الماء ديال البصيله فاش غيتقلى لينا هذاك الدجاج نخليو الدجاج حتى يتقلى لينا مزيان، نبقاو نقلبوا على هذه الجهه ونعاودوا على الجهه الاخرى حتى يتقلى مزيان ويتشرب هذيك العطريه حتى هي مزيان. والسر باش يجينا دائما المريقه ولا الدجاج ديالنا ولا اللحم يكون بنين هو اننا نقصوا العافيه ونخليوه يطيب على خاطره. الحاجه كل ما عطيناها الخاطر كل ما كتجينا بنينه. هنا من بعد ما تقلى مزيان هذاك الدجاج الان غنضيفوا ليه البصيله اللي بقات لينا كامله وغنحاولوا هذيك البصيله ندخلوها مزيان في هذيك العطريه باش حتى هي تنسم لينا وتشرب لينا العطريه ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. والطبق راه ساهل ودغيا كيوجد. والروز كيتسلق لينا حنا كنحضروا هذا الدجاج بسرعه. كيف ما كنعرفوا ان الدجاج بسرعه كيطيب خصوصا الا درنا غير صدر راه كيطيب لينا تقريبا في واحد ثلث ساعه، ما كياخذش لينا وقت بزاف. هنا من بعد ما كتشحر لينا هذيك البصيله وكتاخذ لينا هذيك التنسيمه ديال ديك العطريه غادي ندوزو الان باش نضيفوا ليها واحد راس معلقه ديال القرفه مطحونه، حيت كيف كنعرفوا ان القرفه مطحونه كتعطينا هذيك اللون اللي كيكون ذهبي في المريقه. ودائما المريقه ملي كتكون كتجمع بين الحلاوه والملوحه القرفه كتعطيها طعم رائع. وهنا غندوزو باش نرويو بالماء، ما نكثروش الماء بزاف، غير الجهد اللي غيطيب لينا فيه الدجاج.
كل ما كثرنا الماء كل ما غادي ما تجيناش المريقه خاتره وملبيه. وهنا غنضيفو كذلك عويد ديال القرفه، ونضيفو الزبيب اللي سبق لينا وغسلناه، وغادي نسدو الكوكوط ديالنا ونخليوها تقريبا واحد ثلث ساعه حتى ل 25 دقيقه كيكون الدجاج ديالنا طيب وواجد. هنا الروز ملي كطلع فيه الغليه كنضيفوا ليه واحد المعلقه ديال الزبده، كتعطيه نكهه رائعه. الزبده دائما كتعطي نكهه رائعه في الروز، ونحركو. وهنا الروز ديالنا كيكون وجد. من بعد ما كيطيب لينا الروز كندوزو باش نصفيوه. وكيف قلت لكم هذا الطبق راه ما كياخذش لنا وقت بزاف. في الوقيته اللي كيطيب لينا فيها الروز كيكون الدجاج قريب يطيب وكتوجد لينا بسرعه. وكيف كنعرفوا ان الصيف ما كنبغيوش نبقاو واقفين بزاف، كنبغيو دائما الوجبات السهله الخفيفه حتى حنا نرتاحوا شويه العام كامل. والمراه المغربيه كتكون واقفه في كوزينتها، ما فيها باس اننا حتى حنا نرتاحوا في الصيف. وهنا كنقلبوا الدجاج، دائما نقلبوه من جهه ديال الصدر. الا لقينا الصدر ديالنا طاب كنعرفوا ان الدجاج طاب، لقيناه مازال كنزيدوا ليه شويه الماء ونعاودوا نسدوا عليه ونخليوه يطيب. وانا كنلقى الدجاج ديالي طاب تقريبا واحد 25 دقيقه. الدجاج طاب، غنخليو هذيك المريقه حتى تعسل لينا. غنضيفوا ليها واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، نضيفوا كذلك راس معلقه ديال القرفه باش تعطينا هذاك اللون الكراميليزي. وغنضيفوا شويه من السكر منسم بالزهر. هنا يمكن لكم ما تضيفوش هذا الساشي، غير شويه من هذاك الساشي، ماشي ساشي كامله. اللي ما كيبغيش النكهه ديال الزهر يمكن ليه يستغنى عليها. وغنبقاو نحركو حتى توقف لينا هذيك المريقه وتلبى لينا وتختار وتعقد وتعسل لينا هذيك البصيله. هنا لتصحيح الذوق كنضيف واحد شويه الملحه، ضروري كنذوقو نعرفوا المريقه شنو خاصها. وغنستمر حتى تنشف ليا هاد المريقه من الماء نهائيا. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا المريقه نشفات من الماء وتعلكات، وكتكون هنا المريقه ديالنا واجده. وغندوزو باش نسقيو الروز ديالنا. هنا من بعد ما وجدت لنا المريقه كيكون هذا هو القوام ديالها، كتجي اكثر من رائعه. والبنه ديالها يا البنات كتجي يا سلام. كنتمنى انكم تجربوا هذا الطبق بالطريقه ديالي وتردوا عليا في التعاليق. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخليوا لي ارائكم في التعاليق كي جاتكم. والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو.